أصعب جملة ممكن تسمعوها هو أنتم مش فاهمين حاجة. هي فعلا الفجوة بيننا وبين ولادنا بقت كبيرة للدرجة دي؟ ولا احنا اللي محتاجين نحدث لغة الحوار عشان نفضل البوصلة اللي بيرجعوا ليها؟ لازم نستوعب إن ولادنا في الوقت الحالي بيتعرضوا لمعلومات ومؤثرات في اليوم الواحد أكتر من اللي احنا شفناه في سنين. الهجوم على تفكيرهم بقى بشكل كبير، عشان كده دورنا إن احنا نثبت القيم، بس نغير الطريقة عشان تناسب جيلهم. بلاش جملة كانت أيامنا أحسن، الجملة دي بتقفلهم وتضايقهم. بدل ما تعملوا مقارنة ما بين زماننا وزمانهم، حاولوا تفهموا المنطق اللي بيفكروا بيه دلوقتي. اسأليهم ايه اللي عجبكم في الفكرة دي، بدل ايه القرف اللي انتوا بتسمعوه ده. علموا ولادكم اننا ممكن نختلف في الذوق زي اللبس والموسيقى، بس لازم نكون متفقين في الأصول زي الاحترام والأمانة. لما الأب والأم بيحترموا ذوق ولادهم المختلف، الولاد هيحترموا أصولكم الثابتة. لما ولادكم يعرضوا عليكم فكرة غريبة عن جيلنا، ابحثوا معاهم عن أصولها وعن نتائجها، وخليهم هم اللي يكتشفوا لو كانت تليق بيهم ولا لأ، من غير ما تفرضوا رأيكم كأنه أمر. استخدموا أمثلة من واقعهم هم، من الألعاب اللي بيلعبوها أو الشخصيات اللي بيتابعوها، عشان تقدروا توصلوا قيمكم. لما ولادكم هيحسوا إنكم فاهمين عالمهم، هيثقوا بنصايحكم لما الدنيا تضلم في وشهم. انتوا جاهزين تقربوا من ولادكم؟